مرحبا، إن شاء الله يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية. معكم مطبخ فاطمة الزعبي من مطبخ المتواضع. إن شاء الله يا رب تكون الفيديوهات اللي عم بعملها تكون سهلة ومفيدة. اليوم راح نعمل سندويشات الفاهيتا بطريقة كمان جدا رائعة وبدون تعقيدات. وبسم الله ونبلش. عندي هون البصل والدجاج، صدور الدجاج قطعتها سلايس، حطيت معها شوية زيت أو ممكن نستخدم الزبدة. دايما الدجاج لما بدنا نقطعه دايما بخليه مع شوية ملح وخل والمي لحتى نتخلص من رائحة الزفارة وحتى يستوي بسرعة معنا بالطبخ. راح نحركه شوي. وجهزت عندي هون فطر مشروم شرائح أو فطر. استخدمت المعلب، غسلته وصفيته من المي، حطيته مع الدجاج. راح نضيف صلصة الباربيكيو المدخنة. ممكن نستخدم صلصة الستيك بالعسل، في أنواع لصلصات الستيك. أنا ما استخدمتها، استخدمت بس صلصة الباربيكيو والصويا صوص، هدول النوعين استخدمتهم. صويا صوص طبعا تغنينا عن استخدام الملح بهاي الوصفة. ما حطيت ملح أبدا لأنها مالحة. حطيت مكعب ماجي طبعا اختياري، ورشة فلفل أسود. رح نحركهم شوي لحتى يستوي معي الدجاج. تقريبا الاستواء لهالأكلة يعني بده نص ساعة حتى تنشف المي أو الصلصة الموجودة فيه. راح استخدم الذرة المعلبة، فينا نستخدم الذرة المجمدة، بس أول شي لازم دايما نغسله ونصفيه من المي الموجودة، سواء كان معلب أو مجمد لازم يتغسل ويتصفى. أنا هون لما استوى الدجاج يعني شوي هيك استواء حطيت الذرة. في عندي الفلفل الملون البارد، قطعته شرائح، حطيته بعد ما استوى الدجاج. بدي هيك يضل محافظ على لونه على شكله، يضل حلو معي، لأنه لما بينطبخ زيادة فما بيعود شكله حلو الصراحة. هيك خليته شوي، حركته وطفيت النار. صارت عندي تقريبا حشوة الفاهيتا جاهزة. شايفين الألوان ما شاء الله، يعني ظلت محتفظة بلونها، هيك بيعطي شكل حلو. هلأ نحن راح ممكن نستخدم خبز التورتيلا للسندويشات، وأنا هون استخدمت خبز الصامولي الصب. أحسن أنواع السندويشات ممكن نستخدمها للفلادلفيا أو الفاهيتا أو هيك أنواع من السندويشات. حطيت بالخبز شوية جبن كريمي، مايونيز، الكاتشب. حطيت حشوة الفاهيتا، حطيتها شوي بالجريل وقطعتها بهالشكل الحلو ورتبتها. الطعم ما شاء الله ما بوصف لكم. أتمنى الوصفة تكونوا استفدتوا منها، نالت على إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك لقناتي والدعم. جمعة مباركة على الجميع، والله يعطيكم ألف عافية.